فيلمنا بيبدأ في عصور ما قبل التاريخ، وبنشوف آخر عيلة في العصر ده واللي اسمها عيلة قرود، وبيكونوا عايشين معظم حياتهم في الكهف بتاعهم لأن المكان حواليهم خطر جدا ومليان بالوحوش المفترسة. وبنشوف الأب جروج اللي بيكون السبب في بقائهم طول الفترة دي، لأنه صياد ماهر ومحارب قوي جدا، وبيبقى دايما عنده قانون إن أي شيء جديد فهو خطر، وقانون عدم الخروج من الكهف بالليل مهما حصل. وفي يوم من الأيام بيفتح جروج الكهف بتاعه وبيجري بسرعة علشان يخوف الكلاب اللي موجودة برا الكهف، وبتخرج وراه بنته عين، وبيبان إنها مبسوطة جدا إنها أخيرا خرجت من الكهف. وبعدها بتخرج أختها الصغيرة ساندي ووراها مامتهم أوجا. ولما جروج بيلاحظ خروجهم كلهم من الكهف بيزعق لهم لأنهم كسروا التعليمات بتاعته، وهي إنهم المفروض يستنوا إشارة منه الأول وبعدين يخرجوا. بس بيسمعوا صوت أخوهم سانكي من جوه الكهف وبيقول لهم إنه مستني الإشارة علشان يخرج، فبيديه جروج الإشارة علشان يخرج. لكن سانكي بيبقى شخص خواف جدا وبيقوله إن لازم يديله إشارة تانية علشان يتأكد إن هو أصلا باباه. فبيقف جروج على رجل واحدة وبيعمل صوت غريب ببقه، وبتكون هي دي الإشارة اللي ما بينهم. وبعد ما جروج بيخلص الإشارة بيخرج سانكي من الكهف، وبتخرج بعده الجدة جران، وبتبدأ المغامرة لكل أفراد العيلة في مهمة الحصول على الأكل. وبتفضل العيلة تدور على أكل لحد ما بيوصلوا لطائر غريب، وبيقرروا إنهم يسرقوا البيضة اللي موجودة في العش بتاعه. وبيكون الدور على سانكي إنه يصطاد، وفعلا بيروح سانكي علشان يسرق البيضة، بس في نفس الوقت بتكون في مجموعة من الكلاب وهم كمان عاوزين يسرقوها. ولما بتنجح العيلة في إنهم يشتتوا انتباه الطائر بيستغل سانكي الفرصة وبيروح علشان يسرق البيضة، وفعلا بينجح في ده. بس وهو راجع بيشوف الطائر وبيجري عليه علشان يخبطه وياخد منه البيضة، فبينادي جروج على بنته ساندي علشان تجري ورا الطائر، وبتبدأ مطاردة كبيرة ما بين عائلة كرود والطائر والكلاب البرية. وبيكون كل فريق منهم عاوز ياخد البيضة بأي شكل من الأشكال، وبتقدر عين إنها تاخد البيضة وبتديها لباباها. بس وهما بيجروا بيخبط سانكي في ديل قطة عملاقة، واللي أول ما بتشوفهم بتبدأ هي كمان تهاجمهم. بس في طريقهم بيشوف جروج ماموس عملاق، فبيشيل عيلته وبيوصلهم علشان يركبوا على ظهر الماموس، اللي أول ما بيشوف القطة البرية بيخاف جدا وبيجري بسرعة شديدة لحد ما بيوصل لصخرة كبيرة وبتكون فيها فتحة صغيرة جدا، فبتعدي منها عيلة كرود وبيقدر جروج إنه ينقذ البيضة، وبيعدي وراهم من الصخرة. وبيفضلوا كلهم يجروا لحد ما بيوصلوا لمكان آمن، وبتحتفل العيلة وبيقسموا البيضة على نفسهم، ولكنهم بيخلصوها قبل ما توصل لجروج اللي بيقول لهم إنه أكل الأسبوع اللي فات وإنه أصلا ما كانش جعان. ولما بتغرب الشمس بيجروا كلهم يستخبوا جوه الكهف بتاعهم، وبتفضل العين واقفة فوق الكهف لحد ما أشعة الشمس تختفي. ولما بتنزل علشان تدخل الكهف بتسمع صوت صفارة غريب، فبتطلع علشان تشوف فيه إيه. ولما جروج بيخرج علشان يناديها بيظهر له فجأة القط العملاق وبيهجم عليه، فبيحاول إنه يتصدى ليه. ولما عين بتشوفهم بتنزل بسرعة وبياخدها باباها وبيدخلوا الكهف، وبيقدروا أخيرا إنهم يهربوا من القط ده. وبيقعد جروج يزعق لها لأنها مش بتسمع كلامه ودايما بتكسر القوانين اللي هو قايل عليها، فبتتدخل أوجا مراته وبتهديهم لحد ما بيناموا كلهم. وبالليل بتصحى عين وبتشوف نور غريب ظاهر وسط ضلمة الكهف، وبتكون مبهورة بالنور ده وبتحاول تمسكه بإيديها، وبتفضل تطارد النور لحد ما بيختفي. فبتقرر إنها تفتح باب الكهف وبتخرج علشان تدور على مصدر النور، وبتفضل ماشية لحد ما بتوصل لقمة الجبل، وهناك بتشوف نار مولعة وبتكون مبهورة بيها جدا لأنها بتكون أول مرة تشوف النار. بس بيظهر فجأة من وراها خنزير بري، فبتتخض عين لما بتشوفه وبتبدأ إنها تهاجمه، وبتمسك صخرة كبيرة. بس قبل ما تضربه بتكتشف إنه شخص بشري وبيكون لابس كده علشان يحمي نفسه من الحيوانات، وبيبدأ إنه يشيل راس الخنزير من على وشه، فبتهدى عين لكنها بتوقع الصخرة على رجله بالغلط. ولما بيحاول إنه يصرخ بتهجم عليه إيب وبتكتم بقه علشان أهلها ما يسمعوش صوته، وما بتكونش عارفة تتصرف معاه إزاي لأنها عمرها ما اتعاملت مع بشريين تاني غير أهلها. لكنها في الآخر بتقرر إنها تموته، بس قبل ما بتعمل كده بيخبطها الشخص البشري علشان يقدر يتنفس، وبيقول لها إن هو بشري زيها. فبتفضل عين تبص عليه من كل ناحية لحد ما بتشوف معاه قرد صغير، فبتخاف منه وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما النار بتهدى وبتبقى خلاص هتتطفى. ساعتها بيطلب منها إنها تسيبه علشان يصلحها لأنه بيخاف من الضلمة، فبتسيبه عين وبيفضل ينفخ في النار لحد ما بترجع تاني. وساعتها عين بتفتكره بيكلم النار وإن النار دي بتسمع كلامه وبتكون مفكراها قطعة من الشمس. ولما بتسأله عنها بيعرفها إنها اسمها نار وإن هو اللي بيصنعها، فبتمسكه عين وبتكتفه جامد علشان ينزل كل النار اللي معاه. ولما ايديها بتضغط عليه جامد بيفقد الوعي، وساعتها عين بتفتكره مات. لكن القرد بيقرب منه وبيحاول يصحيه لحد ما بيفوقه، واللي أول ما بيفوق بيقول لها إنه حاسس إن في حد بيقرب منهم، وبياخد صدفة وبيحطها على الأرض علشان يسمع بيها.
وبيقوم بسرعة بيقول لعين إن المكان ده خطر وإنهم لازم يمشوا من هنا بسرعة، فبتستغرب عين وبتقوله إنها ما تعرفوش، فبيعرفها بنفسه وبيقول لها إن اسمه جاي، وبيعرفها على الحيوان بتاعه وبيقول لها إن اسمه بيل، وكمان بيقول لها إن نهاية العالم قربت وإن الأرض هتبتدي تتهز لحد ما تتشق نصين، وإن كل حاجة موجودة على الأرض هتقع في الشق ده وتختفي للأبد. علشان كده لازم يطلعوا على أعلى قمة جبل، وبيقول لها إنه عرف الطريق للجبل ده وإن دي هي فرصتهم الوحيدة إنهم ينجوا من نهاية العالم، وبيفضل يقنعها إنها تروح معاه، لكن عين بترفض وبتقوله إنها مش هتقدر تروح معاه، فبيحترم جي رغبتها وبيديها صدفة وبيقول لها إنها لو غيرت رأيها تقدر تنفخ في الصدفة دي، وهو ساعتها هيسمعها وهيجيلها بسرعة، فبتاخد عين الصدفة وبتيجي تشكره بس بتلاقيه اختفى، ولما بتيجي ترجع للكهف بتلاقي باباها وراها فبتتخض منه وبتكون لسه هتشرح له اللي حصل، لكن بيظهر القط البري فجأة وبيحاول يهجم عليهم تاني، وبيقدر جروج وعين إنهم يهربوا منه ويستخبوا. وفي اليوم اللي بعده بيرجع جروج وبنته للكهف وبتبدأ تحكي لهم عن اللي حصل معاها وبتوريهم الصدفة اللي جاي اداها لها، ولما بتيجي تنفخ فيها بتهجم عليها العيلة وبيكسروها علشان بيكونوا خايفين منها، فبتزعل عين جدا، وقبل ما تتخانق معاهم الأرض من تحتهم بتتشقق، وساعتها بتقول لهم إن هو ده اللي جاي قال لها إنه هيحصل، وبتجري العيلة بسرعة على الكهف وبيبدأ الانهيار يزيد، ولما بيقربوا على الكهف بتقع صخرة كبيرة عليه وبتدمره كله، وساعتها بتقرر العيلة إنهم يكملوا جري ناحية الوادي، ولما بيوصلوا بيلاقوا هناك أشجار وطيور كتير، وبيرفض جروج إنهم يدخلوا الوادي ده وبيقول لهم إنهم لازم يرجعوا تاني علشان يعيشوا بين الصخور، لكن لما بيجوا يرجعوا بيبدأ يهاجمهم القط البري، فبيضطر جروج هو وعيلته إنهم يكملوا طريقهم ناحية الوادي علشان يقدروا يهربوا منه، وهناك بيقول لهم إنهم محتاجين كهف جديد، وبتبدأ العيلة في استكشاف المكان لحد ما بيشوفوا مجموعة من القرود، وبتبدأ هي كمان تهاجم جروج، ولكنهم مرة واحدة بيخافوا وبيهربوا، وفجأة بيظهر لهم نمر عملاق وبيحاول يهاجمهم هو كمان، وبتفضل العيلة تجري لحد ما بتتعلق في رجل كائن غريب بياخدهم وبيجري لحد ما بيطلعهم بره الغابة، وهناك بيشوف جروج كهف فبياخد عيلته علشان يستخبوا فيه، بس فجأة بيتقفل الكهف عليهم، وبنعرف إنهم دخلوا جوه بق حوت كبير واللي بيخرجهم تاني من راسه وبيمشي، وبعدها بيقرب منهم النمر وبيكون على وشك إنه ياكلهم، بس بيسمع صوت غريب فبيخاف وبيهرب، ولما الشمس بتبدأ تمشي بتظهر طيور لونها أحمر وبتتجمع مع بعض وبتعمل سرب كبير جدا، وبيروحوا يتجمعوا على الحوت وبيهجموا عليه وبياكلوه كله وما بيسيبوش منه غير العظم، وبتتجمع الطيور تاني وبتروح ناحية عيلة كرود، لكن قبل ما توصل بتجري عين وبتكسر قرن حيوان من الحيوانات وبتنفخ فيه على أمل إن جاي يسمعها ويجي ينقذهم، وفعلا بيسمعها جاي وبيجري عليها بسرعة وبيشوف الطيور وهم متجمعين ومتجهين عليهم، فبيقدر يوصل قبلهم وبينجح إنه يولع نار علشان يخوف بيها الطيور، ولما بيشوفوه باقي العيلة بيخافوا منه، وبيكون جاي هو كمان خايف منهم وبيقول لعين إنها تخلي بالها منهم لأنهم سكان الكهف وهمجيين، وبيطلع جاي خنجر من معاه وبيحاول يهاجمهم، لكن عين بتوقفه وبتقوله إنهم أهلها وبتعرفهم على بعض، ولما بيشوفوا النار اللي في إيده بيفتكروها شمس وبينبهروا بيها وبياخدوها منه وبيفضلوا يجروا بالنار في كل مكان لحد ما بتمسك في الغابة وبتولع في المكان كله، ولما جاي بيشوفهم بيخاف منهم وبيحاول يهرب، لكن عين بتمسكه وبتقنع باباها إنهم يخلوه معاهم لأنهم ممكن ما يلاقوش كهف وساعتها هيحتاجوه علشان يولع لهم نار، وقتها بينتهز جاي الفرصة وبيعرض عليهم إنهم يروحوا معاه لأعلى قمة جبل، ولكن جروج بيرفض وبيحطه في جذع شجرة وبيمشي بيه في الاتجاه التاني، ولما الأرض بتنهار قدامهم بيلف جروج وبيضطر يمشي في الاتجاه اللي جاي قال عليه، وفي الطريق بيشوف طائر كبير وبيبقى عاوزين يسرقوا البيض بتاعه علشان ياكلوه، وفعلا بيروح سانك علشان يسرق البيضة، لكنه لما بيوصل بيلاقي الطائر شرس جدا وبيهجم عليه وبيفضل يطاردهم لحد ما بينتصر وبياخد البيضة منهم، وما بيكونش قدامهم غير إنهم يصطادوا عقارب وياكلوها، لكنهم ما بيشبعوش، فبيستغل جاي الفرصة وبيحاول يهرب منهم، لكن عين بتمسكه فبيقول لها إنه بيعرف يصطاد وبيعرض عليها إنها لو حررته هيخليها تساعده في الصيد، وفعلا بتحرره وبينجح جاي إنه يصطاد طائر كبير وكمان بيشويه على النار، وبتفضل العيلة تاكل فيه لحد ما بيخلصوه وبيناموا، وفي اليوم اللي بعده بتصحى العيلة وبيكملوا طريقهم للقمة باتجاه الجبل، وبيبدأ جاي هو اللي يتولى القيادة، وده بيخلي جروج غيران جدا منه خصوصا بعد ما بيبان إن عيلته مبهورين جدا بيه، ولما بتوصل العيلة لأرض كبيرة شبه المتاهة مش بيكونوا عارفين يختاروا أنهي طريق فيهم اللي هيوصلهم للجبل، فبيقرروا كل واحد يمشي في طريق واللي يوصل يعرف الباقيين، وعلشان كده وقتها بيدي جاي صدفة لكل واحد فيهم، وكمان علشان لو حصل لحد فيهم مشكلة ينفخ فيها ويعرفهم مكانه.
وبيتحرك كل واحد منهم في طريق، وفي الطريق بيقابل سانك كلب صغير بس شكله غريب، وبيتصاحب عليه وبيسميه دوجلاس، وبيقرر إنه ياخده معاه. وبتقدر العيلة إنهم يتجمعوا من تاني كلهم، ولما بيجي ميعاد النوم بياخدهم جاي وبيطلعوا يناموا فوق الشجر علشان يكونوا في أمان. وبيظهر إن العيلة كلها مبهورين بأفكاره وبقوا مطمنين في وجوده أكتر، ما عدا جروج اللي بيكون غيران منه جدا لأنه بيبدأ يحس إنه أخد مكانه ودايما بيكون معترض على أفكاره. وفي تاني يوم بتوصل العيلة عند الجبل وفجأة بيسمعوا صوت هزة أرضية، فبياخدهم جروج بسرعة لأقرب كهف علشان يستخبوا فيه. لكن عين بترفض تدخل الكهف تاني وبتقرر إنها تكمل طريقها مع جاي، فبيتضايق جروج وبيتعصب جدا وبيفضل يجري ورا جاي لحد ما بيقعوا سوا في بركة مكونة من مادة لزجة، كل ما بتتحرك فيها بتسحبك جواها أكتر. وبيفضل جاي ينبه عليه إنه يثبت ويبطل حركة، وبيقوله إن المادة دي مفيش حد بيخرج منها وإن عيلته كلها ماتت بسبب بركة شبهها. والأول مرة بيتأثر جروج بكلام جاي وبيقوله إنهم محتاجين فكرة من أفكاره تطلعهم من المكان ده. وساعتها بيسمعوا صوت النمر وبتجيله فكرة، وبيطلب جاي من القرد بتاعه إن يعمل نفسه أنثى النمر، وبيبدأوا يقلدوا صوتها علشان يجذبوا النمر ليهم. وفعلا بيروح لهم النمر وبتنجح خطتهم وبيقدر إنه يسحبهم من البركة، وفي نفس الوقت بتزيد الهزات الأرضية وبتقرب عليهم وبتدمر كل حاجة في طريقها. فبتجري العيلة بسرعة في اتجاه الشمس لحد ما بيوصلوا لقمة الجبل، وساعتها بتقول عين إن جاي كان عنده حق، لكن للأسف بيوصلهم الانهيار قبل ما يعدوا وبيعمل فاصل كبير ما بينهم وبين الناحية التانية. وقتها بيقرروا إنهم يرجعوا كلهم علشان يستخبوا، لكن جروج بيقرر إنه مش هيرجعهم للضلمة تاني وبيقول لهم إنهم لازم يكملوا اللي بدأوه، وبيقرر يحدفهم بقوة علشان يعدوا من الفاصل ده ويوصلهم للجهة التانية. وبدأ فعلا يحدفهم واحد ورا التاني لحد ما بيجي الدور على عين اللي ما بتكونش عايزة تسيبه وتمشي لأنها عارفة إنه مش هيقدر يعدي بعدهم، وكمان علشان كان نفسها تقوله كلام كتير لسه ما قالتهوش. فبيحضنها جروج وبيقول لها إنه بيحبها، وقبل ما الأرض تنهار تماما بيشيل جروج بنته وبيحدفها بكل قوته للجهة التانية وبيطمن إنها وصلت بأمان. وبتبدأ الأرض اللي تحت جروج تتدمر كلها، فبيفضل يجري وبيحاول يهرب لحد ما بيلاقي كهف وبيدخله، وبيحاول لأول مرة إنه يولع النار وبيكون فرحان جدا إنه نجح وعرف يولعها. لكنه بعدها بيفتكر إنه فقد عيلته للأبد، فبيبدأ يرسمهم على صخرة كبيرة علشان يتخيل حياتهم في الجهة التانية عاملة إزاي. ولكن وهو بيرسمهم بتحصل هزة أرضية بتوقع شعلة النار وبتتطفى، ولما بيحاول ينفخ فيها علشان يولعها تاني بيلاقي النمر قاعد معاه في الكهف وبيبقى خايف جدا من الضلمة وبينفخ معاه في النار علشان يلحقها قبل ما تتطفى. وفي الوقت ده بتكون عين واقفة زعلانة جدا لأنها فقدت باباها ومش هتشوفه تاني، وإنها مقالتلوش هي قد إيه بتحبه، وبتفضل تنفخ في الصدفة على أمل إنه يرد عليها. ولما جروج بيسمعها بيفهم إن في حد في خطر وبيحاول يفكر في أي حاجة يساعدهم بيها، وبتجيله فكرة وبيفرح جدا إنه بدأ يفكر ويعتمد على نفسه. وبيخرج من الكهف وبيروح يجيب الهيكل العظمي بتاع الحوت وبيغطيه بالمادة اللزجة اللي موجودة في البركة، وبيبدأ يتحرك ويعمل أصوات غريبة علشان يجذب الطيور الحمراء ليه. وبياخد النمر وبيفضل يجري في اتجاه الهيكل العظمي والطيور كلها بتجري وراه لحد ما بيوصلوا، وبيقدر يشعل النار تاني علشان يحمي نفسه بيها من الطيور. ولما الطيور بتوصل بتلزق في الهيكل العظمي وبتطير بيه، وبيقدر إنه بالشعلة يوجههم اتجاه الناحية التانية. وفي نفس الوقت ده بتبدأ الأرض تنهار تماما، وفي الطريق بيشوف جروج الكلب بتاع ابنه فبيقرر يرجع يجيبه، وبيلاقي حيوانات كتير فبيقرر يساعدهم وبياخدهم كلهم معاه هو والنمر. وفعلا بيقدر إنه يوصل للجهة التانية، وبنشوف العيلة كلها وهي حزينة جدا بعد ما فقدوا الأمل في إن جروج ينجو. ولكنهم فجأة بيسمعوا صوته وبيشوفوه هو جاي من بعيد، وبيفرحوا كلهم برجوعه ليهم، وخصوصا عين اللي بتحضنه وبتقوله إنها بتحبه جدا. وأخيرا بتنجح عيلة كرود إنهم يهربوا من الخطر ويعيشوا حياتهم في النور. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا. ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.